أكيد كلنا تقريبا سمعنا مصطلح VPN أو VPN، كلمة بنسمعها كتير قوي خصوصا لو بنتكلم عن أمان الإنترنت. بس هو إيه بالظبط؟ وبيعمل إيه؟ النهاردة هنفك شفرة المصطلح ده وهنعرف ليه ممكن يكون واحد من أهم الأدوات اللي تحافظ على أماننا أونلاين. خلينا نبدأ بسؤال بيلمسنا كلنا. مين فينا ما دخلش كافيه أو مطار أو مول واستخدم الواي فاي العام بتاعهم؟ طبعا كلنا. الموضوع مريح جدا، لكن يا ترى عمرنا وقفنا وسألنا نفسنا هل بياناتنا دي بتكون فعلا في أمان وإحنا بنستخدم الشبكات دي؟ خلينا نشوف إيه اللي ممكن يكون بيحصل من ورا الكواليس. علشان نفهم الموضوع أكتر، تعالوا نحكي قصة بسيطة ممكن تحصل لأي حد فينا في أي يوم. قصة بتوضح بالظبط إيه اللي بيحصل لما نتصل بالنت من غير أي حماية. هنتعرف على سامي. سامي شخص زي أي حد فينا، قاعد في الكافيه بتاعه المفضل، وفجأة افتكر إنه لازم يبعت إيميل مهم جدا للشغل، والإيميل ده فيه معلومات حساسة وما ينفعش أي حد يشوفها. اللي بيحصل هنا بصراحة بسيط بشكل يخوف. أول خطوة، سامي بيوصل جهازه بالواي فاي بتاع الكافيه عادي جدا. تاني حاجة، بيبعت الإيميل، وهنا بقى الكارثة. بمجرد ما يدوس سند، كل البيانات الحساسة دي، باسوردات، تفاصيل حساب بنكي، أي حاجة بتسافر على الإنترنت زي ما هي مكشوفة، مفيش أي تشفير. وده بيخليها لقمة سهلة لأي هاكر قاعد على نفس الشبكة، حرفياً يقدر يلقط كل المعلومات دي من الهوا. والنتيجة ممكن تكون كارثية فعلا. سامي ممكن يصحى تاني يوم يلاقي حسابه البنكي اتسحب منه فلوس، أو يلاقي أسرار شغله كلها بقت على الملأ. كل ده حصل بسبب لحظة واحدة بس من الاتصال غير الآمن. طيب، القصة دي ممكن تقلق، وده طبيعي، بس الخبر الكويس إن في حل. في تكنولوجيا اتعملت مخصوص علشان تمنع سيناريوهات زي بتاعت سامي دي، وهنا بيجي دور ال VPN. ال VPN أو ال Virtual Private Network ببساطة شديدة هو تكنولوجيا بتخلق اتصال آمن ومحمي بين جهازك وبين الإنترنت. ممكن نتخيله كده زي حارس شخصي لكل البيانات اللي طالعة من جهازك. طيب، تعالوا نفصص الاسم حتة حتة عشان نفهم أكتر. أولاً، افتراضية أو virtual، ودي معناها إنها مش محتاجة أي كابلات أو أجهزة مخصوصة، هي كلها سوفت وير. تانياً، خاصة أو private، ودي أهم كلمة فيهم، لأنها بتضمن إن بياناتك تفضل خاصة ومحدش يشوفها عن طريق التشفير. وأخيراً، شبكة أو network، لأنها في النهاية بتوصل أجهزتنا بالإنترنت بس بطريقة آمنة. تمام، الكلام النظري جميل، بس إزاي ده بيتحقق على أرض الواقع؟ أحسن طريقة نوصف بيها الموضوع هي تشبيه بسيط جدا اسمه النفق الرقمي الآمن. خلينا نرجع لسامي في الكافيه، بس المرة دي سامي هيستخدم VPN. أول حاجة، سامي هيفتح تطبيق ال VPN على موبايله أو لابتوبه. فلحظتها التطبيق ده هيعمل حاجة عبقرية، هيبني نفق مشفر ومحصن حوالين كل بياناته. بعد كده البيانات دي هتمشي جوه النفق الآمن ده لحد ما توصل لسيرفر أو خادم ال VPN. والخطوة الأخيرة، السيرفر ده هو اللي هيتعامل مع الإنترنت بالنيابة عن سامي. هيبعت البيانات للموقع اللي سامي عايزه، بس هيستخدم عنوانه هو اللي بنسميه ال IP، مش عنوان سامي الحقيقي. يعني من الآخر، ال VPN بيخفي الهوية تماماً. وهنا بقى الصورة بتوضح تماما. شوف المقارنة دي، من غير VPN بياناتنا بتكون عاملة زي كارت بوستال، جواب مفتوح، أي حد في السكة يقدر يبص عليه ويقرأ كل اللي فيه. لكن لما بنستخدم VPN الوضع بيتغير 180 درجة. نفس البيانات دي بتتحط جوه خزنة حديد مقفولة بقفل محدش معاه مفتاحه. مش بس كده، ده كمان عنوان ال IP الحقيقي اللي هو عنوان بيتنا على الإنترنت ومكاننا الجغرافي، كل ده بيختفي. المقولة دي بتلخص الموضوع كله. أي حد هيحاول يتجسس، سواء كان شركة الإنترنت نفسها أو معلنين أو طبعاً الهاكرز، كل اللي هيشوفوه هو شوية رموز وكلام ملخبط ملوش أي معنى، مجرد شفرة مستحيل تتفك. دلوقتي بعد ما فهمنا الأساسيات، خلينا نوسع الدايرة شوية. استخدام ال VPN مش بس للكافيهات والمطارات، ليه استخدامات تانية كتير ومهمة في حياتنا اليومية. يمكن أشهر استخدام ترفيهي للVPN هو الوصول للمحتوى المقفول جغرافياً. يعني مثلاً لو في فيلم أو مسلسل على منصة معينة مش متاح في بلدنا، بكل بساطة نقدر نتصل بسيرفر VPN في بلد تانية، والمنصة هتفتكر إننا هناك وتفتح لنا المحتوى ده. يعني ال VPN مش مجرد أداة للأفراد اللي بيقلقوا من الواي فاي العام، لأ، دي أداة أساسية لجهات كتير جدا. الشركات الكبيرة والبنوك بتستخدمه كل يوم عشان تحمي بياناتها وبيانات عملائها. الموظفين اللي بيشتغلوا من البيت بيستخدموه عشان يدخلوا على شبكة الشركة بأمان. وطبعا المستخدمين العاديين في بيوتهم بيستخدموه عشان يحموا خصوصيتهم بشكل عام. وفي عالم الشركات في نوعين أساسيين،
النوع الأول اسمه الوصول عن بعد أو ريموت أكسس، وده اللي بيستخدمه موظف واحد عشان يدخل على شبكة شركته وهو مسافر أو شغال من البيت. النوع التاني اسمه من موقع لموقع أو سايت تو سايت، وده حل أضخم بتستخدمه الشركات الكبيرة اللي عندها فروع في مدن أو دول مختلفة عشان تربط كل المكاتب دي مع بعض في شبكة واحدة داخلية ومؤمنة. خلاص وصلنا للنهاية. خلينا نجمع كل اللي قلناه ونلخص الفوائد الأساسية للVPN ونعتبره الدرع الرقمي بتاعنا في العالم الافتراضي. يبقى لو حبينا نحط الموضوع في 3 نقط رئيسية، هما أولاً إخفاء الهوية، محدش هيعرف مكانك الحقيقي أو عنوان جهازك على الإنترنت. ثانياً الأمان والخصوصية، كل بياناتك متغلفة بطبقة حماية وتشفير قوية جداً. وثالثاً حرية الوصول، القدرة على تخطي أي حجب جغرافي والوصول لأي محتوى في أي مكان في العالم. وده بيوصلنا للسؤال الأخير اللي هنسيبه مفتوح. في عالمنا ده اللي كل حاجة فيه بقت أونلاين 24 ساعة وكل تفصيلة في حياتنا متصلة بالإنترنت، هل الاتصال ده خاص فعلا؟ يا ترى إحنا محميين بجد؟ سؤال مهم وكل واحد فينا محتاج يفكر في إجابته.